وبالتالي في دقيقة 30 ركلة جزاء. حمد بودروع حكم اللقاء يعلن ركلة جزاء في دقيقة 30 لمصلحة نادي الكويت. اسماعيل العجبي، اسماعيل العجبي. محمد يقول لي لا دقيقة 31، لكن الجول ولا مو جول؟ جول في الدقيقة 31. في الدقيقة 31 اسماعيل العجبي في الدقيقة 31 الآن. نواف الآن 31 دقيقة 31 يسجل هو اسماعيل العجبي، وبالتالي هدف الأول في هذا اللقاء لمصلحة نادي الكويت بعد ركلة جزاء احتسبت لمصلحة روجيريو الذي دفع من جانب أيضا النيجيري سلامون. وبالتالي شوف اسماعيل سدد اسماعيل على يمين حارس المرمى حسن السلي. هدف أول، هدف يأتي ويتقدم هو نادي الكويت على نادي الحيل بهدف للا شيء، بهدف